يا جماعة أنا عايزة أوجه رسالة إلى فاتس، عايزة أقول لها مبروك 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 مبروك. بجد أنا فرحانة لفاتس جدا، أقسم بالله كأني أنا اللي أخدت السبورت والانفستمنت ده من شارك تانك. عايزة أقول لكم أنا متابعة فاتس من أيام ما كان عندها 50,000 فولورز على التيك توك، دلوقتي ما شاء الله معدية 450,000 على التيك توك خلال سنة ونص بس. وكمان أخدت دعم من شارك تانك 3 مليون مقابل نسبة 20% هتقل تنقصي لما يحققوا التارجت. فاتس براند مصرية متخصصة في صناعة الدونات، متخصصة ان هي بتعمل لكم دونات جامد جدا بفليفرز عالمية. فاتس قصة نجاح أثبتت حرفيا اللي عايز يعمل حاجة هيعمل، اللي عايز يوصل هيوصل، اللي عايز بقى يتلكك بالظروف ويقول البلد ما فيهاش فرص، البلد خلاص باظت، مش هيعمل أي حاجة في ظل الظروف، في ظل زيرو ادز، في ظل زيرو ماركتنج بادجت. فاتس حققت 5 مليون جنيه مبيعات، بسم الله ما شاء الله. 5 مليون جنيه مبيعات يعني 100,000 قطعة دونتس خلال سنة، من غير ماركتينج، من غير اعلانات، من غير اي حاجة، جاست ستوري تيلينج على التيك توك. ونجحت نجاح باهر ونفست البراندات العالمية في الدونت زي كريسبي كريم ودانكن دونت، وتفوقت عليهم كمان. كل ده حصل عشان حاجة واحدة بس، الكونسيستنسي واصرارها هي واخوها ان هم يوصلوا ويحققوا الهدف بتاعهم، ان هم يعملوا براند عالمية بايد مصرية. في ظل ان الدوناتس ده حاجة عادية، بس هم عملوا كرياتيف دوناتس، حطوا الكرياتيفيتي في صناعة الدوناتس وحطوا اللمسة بتاعتهم، فخلوا الدوناتس اللي هو صناعة عادية جدا اي حد ممكن يعمله حولوه كله بيتهافت على الدونس بتاع فاتس، كله بيتمنى ان يمسك الباكجينج بتاع فاتس ويتصور ويعمل لها ريفيو ويعمل لها انبوكسنج ويعمل لها كل الكلام الجميل ده. والسر ان هي كان عندها هدف، وبعد سنتين من الاستمرار والتحدي وهوصل يعني هوصل، وصلت فعلا فاتس وابهرتنا بقصة نجاح عظيمة جدا، وابهرتنا ببرزنتيشن رائعة في شارك تانك. قصة ملهمة للجميع بما اولهم انا. ما فيش مالكش حجة، ما تتحججش، اللي عايز ينجح هينجح، اللي عايز ينجح هيشقلب نفسه لحد لما ينجح. فاتس نجحت، حققت ما شاء الله 5 مليون جنيه مبيعات. الحلقة بتاعتها مع شارك تانك موجودة على اليوتيوب، مدتها 23 دقيقة، حلقة رائعة شارحين كل الديتيلز في البيزنس موديل بتاعهم، ومحققين بسم الله ما شاء الله الله اكبر نت بروفيت، يعني ربح صافي 2 مليون و500 الف من غير اعلانات، فقط اكونت على الانستجرام واكونت على التيك توك. بدأت من بيتهم، فملكش حجة، قوم اعمل فكرتك، توكل على الله، اسعى، هتوصل. بلاش حجج، مش عايزين حجج. احنا يا جماعة من الناس المحظوظة ان احنا، والله يا جماعة من المحظوظين ان احنا عندنا نت واونلاين ماركتنج واونلاين بيزنس. دي حاجة يعني طفرة وكنز عظيم، والله العظيم كنز عظيم لاي حد عايز يبدا بيزنس. يقدر بكل سهوله ومنتهى البساطه ان هو يبدا بيزنس اونلاين، بس الفكره ان انت تحط في دماغك ان ده بيزنس حقيقي. مش هتنجح من اول يوم ولا من تاني يوم ولا من تالت يوم، لكن هتنجح بعد تعب كتير وشقه كتير وسعي كتير واحباط كتير وفشل كتير. هتنجح وهتوصل لنجاح مبهر ممكن ما تقدرش اصلا كنت تحققه على ارض الواقع، تقدر تحققه على النت باستخدام السوشيال ميديا، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي زي تيك توك، فيسبوك، انستجرام. ناس حققت ملايين الملايين غير فاتس وغيرهم وغيرهم باستخدام السوشيال ميديا فقط. فاحنا في عصر السوشيال ميديا، في عصر الاونلاين بيزنس، في عصر الكنز، في عصر خلاص انت ما عادش مرتبط بمكان معين عشان تشتغل منه، انت مش مرتبط بشغلانه معينه ترتبط منها. الافكار كتير، افكار البيزنس كتير، مش لازم تخترع العجله، مش لازم تكون اوت اوف ذا بوكس، لا، هات فكره موجوده واشتغل عليها. فاتس ما اخترعتش الدونتس، فاتس ما عملتش حاجه هلاميه، هي جابت حاجه موجوده وشغاله وبتبيع، وهي متاكده ان الدونتس ناس كتيره بتحبه، بس اللي عملته زودت حاجه بسيطه، حطت التاتش بتاعها فقط وابتكرت. الفكره في جديده في التسويق، هي مش فكره جديده، كل اسال اي حد في الماركتنج هيقول لك على قوه الستوري تيلينج، وهي دي اللي اعتمدتها فاتس في قصه نجاحها.
فروح دور لك على فكره. مش في ناس هتقول لك الكلام سهل، لا الكلام سهل والتنفيذ سهل، بس الاصرار والاستمراريه والسعي والاستحمال الفشل هو اللي صعب. مبروك فاتس بالتوفيق، وان شاء الله عقبال لما نشوفكم ستور او فيزيكال ستور على ارض الواقع قريبا باذن الله. ودعواتكم بقى اجرب فاتس قريبا.